يا مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو. النهارده معانا فيديو جديد يخص شاشات الاندرويد. تركية مهمة تخص كل الناس اللي عندها شاشات اندرويد، خصوصا الناس اللي عندها شاشات اندرويد ما فيهاش شريحة، ما نقدرش نوصل شريحة نوصل عليها انترنت. زي ما انتم شايفين كده، انا معايا الشاشة اللي معانا دي هي تي اس 18، اوريدي بيركب عليها شريحة. بس انا النهارده عامل حاجه جديده، اللي هي ايه، او احنا هنجرب عليها حاجه جديده. احنا هنا مش موصلين اي كابلات خالص، مش موصلين اي انتنه، فما فيش اي نتورك هتبقى موجوده، ما فيش اي شبكه. الانترنت زي ما انتم شايفين مش شغال خالص. طيب ازاي نقدر نشغل عليها انترنت واحنا ما عندناش شريحه؟ الموضوع سهل وبسيط. ده دي يو اس بي مودم، بتتباع في شركات المحمول كلها، سواء اتصالات، فودافون، وي اي اي شركه يعني. بتبقى عبارة عن زي فلاشة كده بيركب عليها شريحة، ومنها تقدر تستخدم الإنترنت. ببساطة جدا هنوصلها بكابل اليو اس بي على الشاشة، مجرد بس ما نركبها وبس. شكرا كده احنا وصلنا ال- الفلاشة دي، وموجود فيها الشريحة طبعا. دقايق هتحمل، بس اللمبة الحمراء دي معناها ان مفيش شبكة. فهو شوية بس، هو عقبال بس ما يحمل، وبعد كده اللمبة دي هتقلب أخضر أو أزرق، وكده الإنترنت يكون اشتغل. دي تركاية مهمة نقدر نعملها على كل شاشات الأندرويد، أيا كان نوعها إيه، سواء بيركب لها شريحة سواء ما بيركب لها شريحة. فهيبقى حل ممتاز جدا للناس اللي عندها شاشات من غير شريحة، أو مش بيركب لها شريحة ومحتاجة إن هي توصل لها إنترنت دايما يكون موجود طول ما الشاشة شغالة، طول ما اليو اس بي ده طالع منه كهرباء ومشغل الفلاشة دي، طول ما الإنترنت يكون شغال. طيب تعال نجرب دلوقتي. هي كده خلاص اللمبة نورت أزرق كده، خلاص هو جاهز إن هو يشتغل. فمجرد ما نعمل ريفرش للصفحة كده المفروض الإنترنت يشتغل معانا. هننتظر بس لحظات. هو كده الإنترنت اشتغل معانا، والفيديو اهو اشتغل من على اليوتيوب. تاني بأكد احنا مش موصلين أي حاجة خالص من ورا، اهو مفيش، ادي الأنتنة مش راكبة، مش موصلين أي كابلات خالص، هو مجرد بس اليو اس بي. ولو خرجنا كده وبصينا هنلاقي الواي فاي مقفول، فبالتالي الانترنت هنا شغال من اليو اس بي ده. تقدر بقى انت تجيب اليو اس بي اللي تناسبك. اللي معايا دي هي 4G، طبعا في منها 3G بيبقى ارخص شوية. طبعا تقدر تجيبها من الشبكة اللي انت او شركة المحمول يعني اللي انت تحبها او تفضلها. بس هي اليو اس بي دي ما بتشتغلش غير شبكة واحدة بس، ما ينفعش انت تشتغل اكتر من شبكة. النوع اللي معايا يعني في انواع تانية طبعا بتشتغل كل الشبكات، بس يعني دي بتبقى قليلة، مش موجودة في مصر كتير. وتقدر بقى بعد كده تجيب الشريحة دي تشترك في اي باقة انترنت من الباقات اللي موجودة، وتبقى انت كده وصلت الانترنت للشاشة عندك من غير ما يكون الشاشة بتدعم اصلا شريحة. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو اتفرجت معانا لغاية هنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتعمل شير للفيديو عشان الناس تستفيد. ولو اول مرة تتفرج على القناة يا ريت تعمل اشتراك للقناة عشان تشوف الفيديوهات الجديدة اللي هننزلها ان شاء الله. شكرا.